بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدرس السادس من برنامج سكراتش لإضافة تعليمات برمجية. أول حاجة مثلا نضيفها للكائن الولد، نعمل إيقاف ثم نذهب إلى المظاهر ونختار منها التعليمات، وليكن السلام عليكم لمدة ثانيتين. فهنا بتظهر الرسالة مع الولد قبل قرر باستمرار. هضغط على تشغيل، ظهرت رسالة السلام عليكم وبدأ بعد كده الولد بيتحرك. طيب لو انا عملت هنا ايقاف، ايه الفرق لو انا حطيتها قبل قرر باستمرار او داخل قرر باستمرار؟ لو انا ضفتها داخل قرر باستمرار تشغيل، ديت الملاحظة اللي احنا اشتغلناها. مع كل حركة الولد تبدأ تظهر الكلمة، فيبقى الصح بتاعها ان انا اعمل ايقاف واروح اخرج كلمة قرر باستمرار ديت، واخرج كلمة السلام عليكم لمدة ثانيتين خارج قرر باستمرار. ممكن اضيف اكتر من رسالة عن طريق اضافة الوقت، يعني مثلا نقول له بعد الثانية قل السلام عليكم او نقول مرحبا بكم في المظاهر، اختار السلام عليكم لمدة ثانيتين، امسح النص الموجود واكتب مثلا مرحبا بكم. نشغل السلام عليكم، بعدين انتظر، وبعد كده ظهرت مرحبا بكم مرة تانية، وبعد كده بدأ ان هو يتحرك. لحفظ البرنامج نضغط على أداة إيقاف، بروح من قائمة فايل ملف واختار منها حفظ باسم، ومن الجزء ده بحدد مكان الحفظ ونختار على سطح المكتب، وبعد كده نحدد اسم الملف الجديد نسميه مشروع، وبعد كده بقول له موافق. بيتكتب اسم الحفظ بيظهر عندي موجود هنا، وبكده يكون تم حفظ الملف.